سؤال، تفتكر إمتى آخر مرّة حسيت بالملل لأكتر من دقيقة؟ خلّينا نسهّله شوية، لأكتر من 10 ثواني. الملل هو الوحش المخيف اللي كل الناس بتهرب منه. في وقت ما حتحس إنه كل يوم شبه اللي قبله، تصحى تعمل نفس الحاجات وتنام من غير ما تحس إن في حاجة اتغيرت. أسوأ صفة ممكن يتوصف بيها فيلم، مسلسل، كتاب أو حتى شخص، إنه يكون ممل. كلمة مخيفة، كلنا بنخاف منها، ما بنحبهاش، بنهرب منها، ولكن ليس بعد الآن. إحنا جايين النهارده إن شاء الله عشان نحسّن سمعة الملل، ونبرئه من كل الاتهامات السيئة دي، ونحوّله من الوحش المخيف اللي كلنا بنهرب منه، للوحش القوي ولكن بيلعب في فريقك، بيلعب معاك، وبيساعدك بشكل لا يمكن أن تتصوّره. مش هاكون بابالغ لمّا أقول إن حياتك هتتشقلب رأسًا على عقب لمّا تغيّر نظرتك للملل، فيالّا بينا نشقلب حياتك. السلام عليكم. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الملل شيء مؤلم، مش مجازي، مش حاجة مجازية أو حاجة كناية أو استعارة مكنية، لا، لا، لأ، هو مؤلم حقيقةً. اكتشفوا إن الجزء اللي بيشتغل في دماغنا لمّا نشعر بالألم، بيشتغل برضه لمّا نشعر بالملل. خلّينا نتكلم شوية عن الألم. المسؤول عن الألم هو دماغك بالمناسبة، مش مكان الجرح أو التعويرة أو الكسر أو أيًا كان، لأ، هو المكان ده بيرسل إشارة عصبية لدماغك، فدماغك بيشعرك بالألم علشان تنتبه للجرح أو للكسر أو للحاجة اللي بتهدد حياتك. الألم حقيقةً هو رحمة من ربنا عشان تعرف أنت المشكلة فين وتحلها. طيب المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن في بعض الأحيان الملل بيكون أصعب وأشد من الألم الجسدي، إن الإنسان يفضّل إنه يتألم على إنه يمل. غريبة صح؟ مش غريبة خالص، كنا اتكلمنا قبل كده عن تجربة الزرار اللي بيكهرب لمّا جابوا واحد وحطوه في أوضة، أو عدة أشخاص صراحةً يعني، دخّلوهم ورا بعض كده الأوضة دي وبدون أي محفّز أو أي حاجة مثيرة للاهتمام في الأوضة، هي أوضة جدرانها بيضا فقط، وفي ترابيزة وعليها زرار، تدوس على الزرار تتكهرب. الناس عملت إيه؟ من الملل كل شوية يروح يدوس على الزرار فيتكهرب تمام، يقعد شوية يروح يدوس على الزرار التاني فيتكهرب، وهكذا. رغم إن الزرار ده بيكهربه، بيصعقه، بيؤلمه، ولكنه فضّل الألم على الملل. بالمناسبة أنت هتعمل نفس الشيء لو اتحطيت في نفس الموقف، كلنا هنعمل نفس الشيء لو اتحطينا في نفس الموقف، وهنروح بعيد ليه؟ خلّيني أقرّب لك الموضوع لحاجة كلنا بنعملها. لمّا الكهربا بتقطع أو الإنترنت بيبقى فيه مشاكل أو يقطع أو أنت في منطقة ما فيهاش شبكة ومضطر إنك تقعد شوية، تعمل إيه؟ تروح لمعرض الصور، الphoto gallery، تقعد تقلِّب بقى، تقلِّب، وكأن معرض الصور يقول لك ما بتعرفنيش إلا لمّا النت يقطع، لكن طول ما الدنيا شغالة ما بتشوفنيش خالص. فأنت محتاج أي حاجة تثير ذهنك، تحفّز أي حاجة في دماغك علشان تشتغل، لا تُترك هكذا، ما بتعملش أي حاجة. ودي فرصة عظيمة إن إحنا نخلّي الفيديو ده يبقى تفاعلي، إنك تشارك معانا وتتفاعل معانا بصورةٍ أو بأخرى. إحنا هنقعد دقيقة ما نعملش أي حاجة، أنا مش هاتكلم، أنت مش هتتكلم، أنت مش هتقوم من مكانك، مش هتمسك التليفون، لو أنت ماسك التليفون أرجوك حُطّه جنبك أو قدّامك، وما تمسكش أي حاجة، ما تعملش أي حاجة، ما تتفاعلش مع أي حاجة. والدقيقة ديّة هتبدأ حالًا، ما عندكش فرصة إنك تفكّر، تشارك معانا، دقيقة مش هنعمل فيها أي حاجة، جاهز؟ 3، 2، 1 الدقيقة بدأت. لحظتها إزاي أهالينا كانوا عايشين قبل كده لمّا كان كل التليفونات اللي موجودة هي التليفونات الأرضية، بل إن في فترة ما كانش في تليفون أرضي أصلًا في البيت، اللي هو التليفون أبو سماعة وسلك ده. كتير من الناس أصلًا ممكن ما تكونش شافته دلوقتي أو مش محتاجاه، بس فكرة إن هو كان ممكن يروح الشغل يقعد طول اليوم مش عارف أي حاجة عن البيت، واللي في البيت مش عارفين أي حاجة عنه، وأي مشكلة أو أي حاجة بتحصل هو ما بيعرفهاش إلا لمّا بيروّح، والدنيا كانت ماشية وعادي. التواصل اللحظي والدائم والمستمر دلوقتي على قد ما هو عظيم، شيء خرافي،
ولكنه في نفس الوقت ضاغط وموتر ومثير للأعصاب بشكل لا تتخيله، للدرجة إن أنت لما بتنفصل حاجات بسيطة جدًا، أنت مستويات القلق والتوتر عندك بترتفع لدرجة خرافية، وبتبدأ تمشّي سيناريوهات في دماغك إن أنت لا، لا، لأ، أنت إزاي مش متصل، إزاي مش عارف هُم عاملين إيه، إزاي مش على تواصل دايم معاهم. حاجة زي ديّة بتبقى مرعبة بالنسبة لنا، لإننا مش متعودين عليها. أنا حقيقةً موضوع التواصل الدايم ده بقى مُرهق جدًا بالنسبة لي، ومرّيت بتجارب كتيرة جدًا، فكرة إن أنا أخلّي الواتساب مثلًا على تليفون منفصل موجود في البيت، وطول ما أنا برّه أنا لا أتواصل مع واتساب، ولمّا أروح في آخر اليوم أشوف الرسايل كلّها، وفي ربع ساعة أرُد على كل الرسايل، فابقى اختصرت وقت طويل جدًا، جدًا كنت هاضيّعه. حاجة تانية إن أنا جرّبت طبعًا الدمب phone أو التليفون أبو زراير ده لمدة طويلة، وياه كان شهر جميل ومريح جدًا، 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 والواحد أظن إن أعصابه كانت حديد في الفترة ديّة. مؤخرًا اللي قادر أعمله إن زي كتير جدًا من الأصدقاء إن التليفون معظم الوقت بيكون صامت، صامت، إلا للأهل الدرجة الأولى، وبعض الأصدقاء المقربين جدًا، جدًا، جدًا اللي مش هيتصل عليك إلا للضرورة، هو في الغالب يا إما بيبعت لك رسالة أو حاجة زي كده. فالموضوع وصل لهذه الدرجة إن أنا التواصل الدائم بقى مُتعب ومُرهق. تمام، بعدنا شوية عن الملل ولكن الأمور كلها متصلة ببعضها. تعالَ ندخل بقى في الجد وأقول لك على المفاجأة الكبرى، جملة يعني خرافية، الملل هو بداية كل حاجة عظيمة وكل شيء جديد. الملل هو بداية أوكي، الدقيقة خلصت، يعني كنت عايز بصراحة أعمل حركة شيطانية إن أنا أزوّد الدقيقة دي تبقى دقيقتين أو 3 وبعدين نشوف أنت إدراكك دلوقتي كان عامل إزاي، ولكن عشان نكون صادقين معاكم الدقيقة عدّت. أتمنى إنك تكون شاركت معانا في التجربة ديّة بصدق، ودقيقة هي وقت غير كافي إن الإنسان يمَل أوي، ولكن لربما في الدقيقة ديّة أنت بدأت تشرد كده وتتفرّج وتبُص حواليك، بدأت تركّز في الأشياء بصورةٍ أو بأخرى، دماغك لربما سحلك في فكرة أو في خاطرة جِت على بالك، بدأت تشوف تفاصيل في الحاجات اللي حواليك أنت ما كنتش واخد بالك منها، ممكن مستوى القلق والتوتر يكون زاد عندك بصورةٍ أو بأخرى، لإنك مش متعوّد إنك تقعد دقيقة ما بتعملش أي حاجة، دايمًا في حاجة بتعملها، دايمًا في حاجة ماسكها في إيدك، دايمًا في حاجة بتثير ذهنك، فكرة إنك قاعد ما بتعملش أي حاجة، قد تكون هي حاجة بتعملها من مدة طويلة أوي، أوي ما عملتهاش أو ما مرّيتش بيها إلا لو كنت مضطر يعني في حالة من الحالات، ولكن الفكرة إن إحنا ما عُدناش متعوّدين على حاجة زي دي، إن إحنا نقعد ما نعملش أي حاجة. وبالمناسبة بدأت ألاحظ بعض الأصدقاء بيلبس ساعات analog أو ساعات من اللي هي البسيطة خالص اللي هي كاسيو ديّة، وتخلّى عن الساعة الsmart watch الغالية الfancy اللي فيها كل المميزات اللي بتدّي له notification اللي أي رسالة بتيجي له بيشوفها، أي حد بيتصل بيه بيعرف مين اللي بيتصل بيه من غير ما يبُص في التليفون والحاجات الجميلة دي. ولمّا سألته قال لي: "تعبت، أعصابي تعبت من كل شوية البتاعة ديّة وبتفصلني عن الناس والحاجات اللي زي دي." والحقيقة ده كان يمكن نفس السبب اللي عندي بالإضافة إن البطارية بتحتاج تتشحن كل يوم، فكانت حاجة سيئة جدًا، جدًا يعني. الغريب إن أنا من كام يوم كنت باصلّي العصر في جماعة والتليفون بتاعي رن، كويس؟ فبدون ما أشعر رفعت إيدي كده يعني ظنًا منّي إن أنا لسه لابس الساعة اللي بتجيب لي مين اللي بيتصل عليّا، ولكن اكتشفت لأ مش هي، فطفّيت التليفون وأكملت الصلاة. التليفون رن تاني، في المرّة ديّة مستوى التوتر والقلق ارتفع عندي لدرجة خرافية، وده لإن بنتي كانت تعبانة، فكنت أظن إن مراتي بتتصل عليّا إن في حاجة طارئة، ولك أن تتخيل بقى الشيطان مشي معايا في رحلة لا يمكن أن تتصورها، كنت عايز الصلاة تخلص بسرعة عشان أشوف مين اللي بيرن عليّا، ولو في حاجة أطلع أجري ألحق بتاع. بعدين لقيت إن اللي بيرن عليّا هو واحد صاحبي وبس كان متصل عليّا يشوفني أنا فين عشان نتقابل. فبدأت أفكّر في لحظتها إزاي أهالينا كانوا عايشين قبل كده لمّا كان كل التليفونات اللي موجودة هي التليفونات الأرضية، بل إن في فترة ما كانش في تليفون أرضي أصلًا في البيت، اللي هو التليفون أبو سماعة وسلك ده، كتير من الناس أصلًا ممكن ما تكونش شافته دلوقتي أو مش محتاجاه، بس فكرة إن هو كان ممكن يروح الشغل يقعد طول اليوم مش عارف أي حاجة عن البيت، واللي في البيت مش عارفين أي حاجة عنه، وأي مشكلة أو أي حاجة بتحصل هو ما بيعرفهاش إلا لمّا بيروّح، والدنيا كانت ماشية وعادي. التواصل اللحظي والدائم والمستمر دلوقتي على قد ما هو عظيم، شيء خرافي، ولكنه في نفس الوقت ضاغط وموتّر ومثير للأعصاب بشكل لا تتخيله، للدرجة إن أنت لمّا بتنفصل
حاجات بسيطة جدًا أنت مستويات القلق والتوتر عندك بترتفع لدرجة خرافية، وبتبدأ تمشّي سيناريوهات في دماغك إن أنت لا، أنت إزاي مش متصل، إزاي مش عارف هُم عاملين إيه، إزاي مش على تواصل دايم معاهم. حاجة زي ديّة بتبقى مرعبة بالنسبة لنا، لإننا مش متعودين عليها. أنا حقيقةً موضوع التواصل الدايم ده بقى مُرهق جدًا بالنسبة لي، ومرّيت بتجارب كتيرة جدًا، فكرة إن أنا أخلّي الواتساب مثلًا على تليفون منفصل موجود في البيت، وطول ما أنا برّه أنا لا أتواصل مع واتساب، ولمّا أروح في آخر اليوم أشوف الرسايل كلّها، وفي ربع ساعة أرُد على كل الرسايل، فابقى اختصرت وقت طويل جدًا، جدًا كنت هاضيّعه. حاجة تانية إن أنا جرّبت طبعًا الدمب phone أو التليفون أبو زراير ده لمدة طويلة، وياه كان شهر جميل ومريح جدًا، 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 والواحد أظن إن أعصابه كانت حديد في الفترة ديّة. مؤخرًا اللي قادر أعمله إن زي كتير جدًا من الأصدقاء إن التليفون معظم الوقت بيكون صامت، صامت، إلا للأهل الدرجة الأولى، وبعض الأصدقاء المقربين جدًا، جدًا، جدًا اللي مش هيتصل عليك إلا للضرورة، هو في الغالب يا إما بيبعت لك رسالة أو حاجة زي كده. فالموضوع وصل لهذه الدرجة إن أنا التواصل الدائم بقى مُتعب ومُرهق. تمام، بعدنا شوية عن الملل ولكن الأمور كلها متصلة ببعضها. تعالَ ندخل بقى في الجد وأقول لك على المفاجأة الكبرى، جملة يعني خرافية، الملل هو بداية كل حاجة عظيمة وكل شيء جديد. الملل هو بداية كل حاجة عظيمة وكل شيء جديد. إزاي؟ في تجربة عظيمة اتعملت سنة 2014 لعالمين مان وكادمان، يعني الاتنين ماشيين مع بعض. 2014 دي ما كانش في reels، ما كانش في أظن التيك توك انتشر، كان لسه Musical.ly على ما أظن، ما كانش في shorts، ما كانش في كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي، ما كانتش موجودة. عملوا تجربة مؤلمة للبعض، وهي جابوا طلاب، مجموعة من الطلاب، وخلوهم ينقلوا أرقام التليفونات من الفهرس بتاع التليفونات ده لمدة 15 دقيقة. تخيل أرقام تليفونات، أرقام ما لهاش أي معنى بالنسبة لك، عمّال تنقل فيهم وتكتبهم لمدة 15 دقيقة، والهدف إنهم يدخلوا في حالة ملل متعمدة، هو عايزهم يحسوا بالملل الشديد جدًا. وجاب مجموعة تانية خلّوهم يقروا الأرقام ما يكتبوهاش، فقط يقروها بصوت عالي لمدة 15 دقيقة، وفي مجموعة تالتة ما لهمش أي دعوة خالص، دي بيسموها الcontrol group أو المجموعة اللي هيقارنوا بيها النتائج. بعد كده سأل كل المجموعات ديّة هات لي أكبر عدد من الاستخدامات للكوب البلاستيكي، كل كوب البلاستيك ده، هات لي أكبر عدد ممكن تجيبه من الاستخدامات، وتخيل مين الجروب اللي جابوا أكتر عدد من الاستخدامات الإبداعية للكوب البلاستيكي؟ المجموعة اللي قعدوا ربع ساعة يعملوا حاجة مملة، قعدوا ربع ساعة ينقلوا أرقام التليفونات دي، جابوا أفكار مبدعة، واللي تتبعهم يأتي في الدرجة التانية المجموعة اللي قرأوا الأرقام، ولكن المجموعة اللي ما عملوش أي حاجة، ما تعرضوش لأي تعذيب من التعذيبات ديّة، كانوا الأقل في عدد الاستخدامات للكوب البلاستيكي، وطلعوا من التجربة دي إن في علاقة وثيقة جدًا ما بين الملل والإبداع، وكأن الملل بيشحذ الخلايا الإبداعية في المخ، بيشحذ اللي هو بيسن، زي اللي بيسن السكينة كده قبل ما يقطع الخضار. عارف أنت الفيديوهات اللي هو إيه، بيجيب سكينة تلمة وبعدين يسنها وبعدين ييجي يقطع بيها طماطماية كده، فتلاقيه يقطع شريحة رفيعة خالص، فهو بيقعد فترة يشحذ أو يسن السكينة. فكذلك الملل بيقوم بنفس دور الحجر اللي بيشحذ خلايا المخ، بحيث إن هي تكون مشتعلة وتجيب لك أفكار إبداعية. وكنت قرأت مقالة عن أحد الأشخاص اللي شغال في مالتي ناشونال كومبانيز او الشركات اللي هي متعدده الجنسيات دي، اللي هي الحاجات الكبيره جدا جدا، اللي بياخدوهم بقى يسفروهم في مكان علشان يدوهم مؤتمرات ويحضروا ندوات، ويجيبوا موتيفيشنال سبيكرز، ويجيبوا ناس يتكلموا الحاجات الجميله دي، اللي هي البرنامج بيبقى 10 ساعات على مدار اليوم. فكان بيتكلم قد ايه ال 10 ساعات كانوا بيبقوا مملين جدا، لكنه لازم يحضر، لابد ان هو يمر بخلال كل الحاجات الممله دي. والهدف من الحاجات اللي كانوا بيحضروها هو ان هم يطلعوا بافكار حلوه، يزودوا من المبيعات ويحسنوا من اداء مش عارف ايه والكلام ده كله. الفكره ان كل الحاجات اللي كانت بتطلع خلال ال10 ساعات دول كانت بتبقى متواضعه جدا وحاجات عاديه. اللي اكتشفوا ان بعد ما ال10 ساعات دول بيخلصوا ويروح هو واصحابه بقى اي مطعم او اي كافيه او اي حاجه، يقعدوا ياكلوا او يشربوا ويقعدوا يتكلموا مع بعض، اكتشفوا ان هم بيطلعوا بافكار غايه في الابداع، اللي فيما بعد لما بيطبقوها بتجيب نتائج خرافيه. وده بيأكد على نفس العلاقه الوثيقه ما بين الملل و
الابداع. طيب عظيم، نعمل ايه بقى؟ يعني المفروض نعمل ايه في الموضوع ده، او في ضوء هذه المعلومه الجديده؟ اللي المفروض الانسان دلوقتي في هذا العصر السريع والمليء بالمثيرات انه يزود مساحه الملل في حياته على قد ما يقدر. انا عارف ان دي حاجه قد تبدو غريبه شويه، لان معظم الناس ومعظم الفيديوهات عايز يسليك وعايز يحافظ على انتباهك وعايز يشد انتباهك لاطول فتره ممكنه. يعني احنا طبعا يهمنا ان انت تكون منتبه معانا، ولكن من غير ما نلجأ للحاجات اللي بتهاك يور برين وتكون ضارة على المدى البعيد. فاحنا بنقول لك نصيحة عكس كل اللي الناس بتعمله، انك لازم تزود مساحة الملل في حياتك اكتر من ما هي عليه، اللي هي ممكن تكون مساحة صغيرة جدا دلوقتي، لانك حرفيا من اول ما بتفتح عينيك لحد ما بتغمض انت دماغك مستثار ومحفز، لانك بتمسك تليفون تفر 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 في المواصلات، في الحمام، في كل حتة عمال تثير دماغك. مفيش لحظة تمر عليك وانت ملان. حتى لو وقفت في اشاره مرور ولا حاجه، اول حاجه تفكر في تمسك التليفون تشوف حد بعت لك حاجه، تبعت لحد حاجه، تشغل حاجه. فمفيش فرصه للملل انه ياخد اي مساحه من حياتك. انت المفروض تعمل العكس بقى، تزود من مساحة الملل في حياتك. وليه المفروض نعمل كده؟ لأن الملل بيحفز دماغنا أن يكون أكثر إبداعا وأكثر إنجازا. فإحنا لازم نستفيد من هذه المعلومة ومن هذا الاكتشاف العظيم اللي يبدو غير بديهي وغير قابل للتصديق، ولكنه حقيقي ومدعم بالأدلة العلمية وبالتجارب الشخصية. واسأل أي حد في هذا الأمر يعني، وهنسأل أي حد ليه؟ ما أنت كان بيحصل لنا حاجة زي دي من فترة ليست بالبعيدة. يعني هو ليه دايما كان مرتبط أن الأفكار الجميلة والعبقرية بتجيلنا وإحنا في الحمام او وانت بتاخد شاور؟ الموضوع ده ما عادش حاصل دلوقتي، لان حتى وانت في الحمام وحتى وانت بتاخد شاور انت متسلي، انت بتتفرج على حاجه. بل ان هم عملوا جادجتس او اضافات بحيث انك تلزقها في الجدار وتعلق فيها التليفون وتتفرج على حاجه وانت بتاخد شاور. ازاي هتعدي 10 دقائق يعني في الشاور من غير ما تتسلى؟ وللناس اللي لسه ما بيعملوش حاجه زي كده يعني، او ما بياخدوش التليفون معاهم الحمام، فبكل تاكيد انت حرفيا دماغك بتروح لحتت حلوه قوي وبتجيلك افكار حلوه قوي وانت في الحمام. ودي حاجه مش غريبه او مستغربه، والسبب ان انت بتترك العنان لدماغك انه يستكشف، بتديله مساحه انه ينطلق، وبتدي فرصه للافكار ان هي تسافر لمسافات بعيده جدا جوه دماغك. ففرصه ان فكرتين بعاد يرتبطوا ببعض او يصطدموا ببعض ويوصلوك لادراك او لفكره جديده بتزيد وانت في الحاله دي، لانك مش متحكم، انت بتترك العنان لدماغك انه يستكشف يوندر. وفكره ان دماغنا يستكشف ويتجول كده هي فكره برضو مش غريبه، بل بالعكس ممكن تكون حصلت لناس كتيره جدا، ولكنه ما بيلقطش او ما بياخدش باله. يعني تسال اي حد مثلا كان علم رياضه في الثانويه العامه، لما بيكون قاعد سهران على مساله معينه ومش عارف يحلها ودماغه تقفل خالص، بعدين ينام فيحلم بالحل، او ينام واول ما يصحى من النوم يلاقي الحل خبطه كده زي ايه الصاعقه في دماغه. ايه اللي حصل؟ لا، انت وانت نايم انت دماغك بيشتغل، شغال، افكار عماله تروح وتيجي وتجرب في اللاوعي عندك، فبتوصل في نهايه المطاف فعلا لحلول عبقريه بدون اي تدخل واعي منك. وتقدر تشبه الموضوع بالمودز بتاعت السياره. يعني اي سياره، السيارات الحديثه او العربيات الحديثه فيها مود سبورتس وفي مود اوف رود وفي مود ايكو موفر للطاقه وفي مود مش عارف عامل ازاي. كل مود العربيه والعفشه والاستجابه بتاعت كل حاجه بتتغير بما يتناسب مع هذا المود او مع هذا الوضع. فكذلك احنا دماغنا فيه كذا مود او مودز كتيره، ولكن للاسف الشديد احنا ماسكين في مود اللي هو بيهلك فيه طول الوقت، مدخلينه على السبورتس مود، ما بندلوش فرصه ان هو يتنفس، دايسين عليه طول الوقت من اول ما بنصحى لما نفتح عينيك لحد ما تغمضها تاني يوم. طيب احنا عايزين نقول ايه، او الخلاصه من الكلام الكتير عن الملل ده اللي احنا عايزين نقوله، ان احنا محتاجين نغير وجهه نظرنا تجاه الملل، من كونه شيء احنا بنخاف منه وبنهرب منه لشيء احنا محتاجين نديله مساحه اكتر في حياتنا. نسعى ان احنا نوصل لهذه الحاله متعمدين. عايز تنجز وتخلص كل الحاجات اللي انت مأجلها، لازم تمل شويه الاول. دخل نفسك في مرحله ملل عن عمد، بحيث ان الحاجات اللي انت مستثقلها ديت تبدو مثيرة للاهتمام مقارنة بحالة الملل اللي كانت تسبقها. بل وكمان هتعمل الحاجة ديت بطاقة إبداعية أكتر، لأن الملل بيساعدك إنك تكون أكثر إبداعا. جميل. طيب ندخل بقى في حالة الملل إزاي؟ الموضوع أبسط من البساطة. ابعد عنك كل المحفزات وكل المثيرات وكل الملهيات وكل الشاشات وبكل تأكيد كل التنبيهات وكل الرنات. انت مش عايز أي حاجة تشتتك، انت عايزك تقعد ما تعملش أي حاجة. زي الدقيقة اللي انت عملتها من شوية دي، تقدر تطولها شوية، تقدر تخليها ربع ساعة فقط قاعد ما بتعملش أي حاجة. لو قدرت تعمل ده فأبشرك
اي حاجه صعبه او اي حاجه انت مستثقلها او اي حاجه متاخر عندك هتنجزها، وهتنجزها بابداع وبطاقه. ولو مش مصدق جرب. سواء بقى الحاجات دي كانت القراءه، انت عايز تقرا في حاجات معينه، سواء الكورسات اللي انت محافظها على جوجل درايف او محملها عندك على الجهاز او الكمبيوتر ومأجلها لمده طويله. ووصلنا لفقره الكوت، والكوت بتاع النهارده من اوستن كليون. اوستن كليون هو واحد من الكتاب اللي عملوا شويه كتب رائعه عن الابداع والكرياتيفيتي والشغل الحر، اللي هو Still Like an Artist, Show Your Work و Keep Going. بيقول creative people need time to sit around and do nothing. الناس المبدعين بيحتاجوا وقت ان هم يقعدوا ما يعملوش حاجه، واحد بس كده، بيدي فرصه للافكار اللي في دماغه ان هي تتجول كده وتخبط في بعضها لحد ما يوصل لحاجه حلوه. وعلى فكره سلفادور دالي كان بيعمل حاجه شبه كده، كان بيمسك كوره حديد او كورتين حديد ويرتاح كده على الكرسي بتاعه ويحاول يدخل في ناب او في قيلوله قصيره جدا لحد ما فعلا يخش في الحاله دي، فالكور تقع من ايديه فيقوم يرسم التخيل او التصور اللي جاله في دماغه او الافكار الغريبه اللي متشابكه مع بعضها. وعشان كده هتلاقي اللوح بتاعته مختلفه ومبدعه وفيها كرياتيفيتي عاليه جدا، وده بسبب ان هو دخل دماغه في هذه الحاله عن عمد. فعشان تبقى مبدع ومنجز انت محتاج تمر بشويه ملل. وليا سؤال مهم جدا جدا جدا، ايه هي اطول فتره قضيتها في ملل بعيدا عن السوشيال ميديا والمشتتات؟ وانا هبدا برد، انا قعدت 50 يوم بعيد عن الحاجات ديت. انت بقى ايه اكتر يوم او اكتر مده قضيتها بعيد عن المشتتات؟ نحب نعرف رايك في كومنت وشاركنا تجربتك بحيث تلهم اصدقائك من المشاهدين والمتابعين.